السلام عليكم. واش فامي قبل ندوي الفيلم ديالنا كنشكركم كاملين على التعاليق الزوينين ديالكم. متنساوش تدعمونا في هذا المحتوى باش نكملوا فيها. ما تشطاقي ليا صاحبك حتى هو يتفرج في هذا الفيلم. ندوي الفيلم ديالنا مع جول اللي عنده مزرعه ديال تربيه الاسود في جنوب افريقيا، وانتقل هو والعائله ديالو من لندن وبنته مية اللي كان عندها 11 عام، وما كانتش باغيه هذا التغيير. هنا كنشوفوا مية كتهضر مع الصديق ديالها اللي من لندن، وكانت كتوجد راسها النهار الاول لها في المدرسه في جنوب افريقيا، وكانت بنت شجاعه وكتبغي المغامرات، وركبت في الطوموبيل هي والاخ ديالها باش يوصلها باها للبلاصه اللي كيوقف فيها الطوبيس باش يديها هي والتلاميذ الاخرين للمدرسه. ما بغاش تسلم على باها حيت ما عجبهاش الحال وباغيه ترجع للندن، وفي المدرسه كانت مقلقه وكتبقى غير بحدها. ومني رجع باها من المدرسه مشي يوكل السبوعه وقال لها راه كيعيطوا ليا من المدرسه وكيقولوا لي راه كضربتي، وشاف الاطراس اللي في وجهها وقال لها حنا عندنا الزرع حيت عايشين هنا وعندنا هاد الحيوانات كامله. هي قالت له والو، انا ما باغاش نعيش هنايا، انا باغا نرجع للمدرسه ديالي اللي في لندن. سمحات فيه ومشيت، وبالليل خوها خاف، وهنا جات عنده مول اللي سميتها إليكس باش تحاول تهدئو وتعاود ليه شي قصه باش ينعس. وهنا مية جات حدا الباب باش تسمع القصه. نهار كانوا كيحتفلوا براس العام، جون كيفاجئهم بواحد الشيبي اللي ولد السبع اللي كان بيض يلاه تولد، وكل شي فرح به وسموه تشارلي، وكانت معززه حيت هو من الفصيله النادره ديال السبوعه. من غير مية ما كانتش فرحانه ومشات. جون قال لمرتو راه غادي يخليو السياح يجوا بزاف عندنا هنايا المزرعه. من بعد شي ايامات عيطات مية للصديق ديالي اللي سميتو دايلن، وقال لها انا ما مساليش دابا من بعد ونهضروا قطع عليه. وهي تقلقات بزاف وبكات حيت الصديق ديالها المقرب ما بقاش مهتم بها. جا عندها تشارلي وبقات كتلعب معاه وشافها مايك وفرح وقال لها ها كيوكلي، وهي ما بغاتش وبعداتو عليه وشدو هو ووكلو. وتشارلي شاف مية وهي تلعب بالكره ونزل يلعب معها وقطع عليها الكره ديالها وتعصبات بزاف، وهزات تشارلي ودخلاتو وعطاتو لخوها وقال لها خوها عندك الزهر تشارلي كيبغيك بزاف. ولكن هي خرجات وبدات كتغوت من هادشي اللي وقع ليها. كانت باغيه ترجع للندن. واحد النهار مايك نعس وهو كيوكل تشارلي، وتشارلي مشى عند مية وفيقه وهي وكلاتو حيت عرفتو فيه الجوع، وبدات كتلعب معاه وكانت فرحانه. من المره الاولى من نهار جات من لندن ووالديها كعجبهم الحال حيت اخيرا رجعت ليها الفرحه، وبدات كتهتم بتشارلي وخلاتو معاها في البيت وكتهتم حتى بخوها. وكتعاود ليه القصص باش ينعس، وجات امها وشافتها فرحانه وتشارلي هو السبب، وقالت لها خاصك تعرفي باللي غادي يجي واحد النهار وغادي يخليك تشارلي وغادي يمشي لحديقه الحيوانات. وفي النهار الثاني مشات مية مع باها باش يوكلوا السبوعه، وفي الطوموبيل طلبات منه باش ما يبيعش تشارلي وقال لها ابنتي هذا السبع كيبقى حيوان مفترس وخطير. وهي جاوباتو تشارلي السبع مختلف وعدني انك ما غاديش تبيعو. قال لها تشارلي غادي يكون سبع مميز عندنا في المزرعه. بداها تشوف الحيوانات بحال الفيل والحمار الوحشي وفرس النار، كانت فرحانه بزاف. وقبل ما تمشي لواحد الرحله ديال عيطات على الحارس ووصاتو على تشارلي. كاين عض الحارس وهنا حطوه مع الحيوانات، ومية ما كانتش فرحانه بهذه الرحله وكتبقى سهرانه وكتشوف في التصاور ديال تشارلي. وتشارلي كانوا كيعضوا الاشبال وما كيدافعش على راسو وما كياكلش ورجع مكرفس. مية هربات حيت ما قدراتش تبعد على تشارلي، والمدرسه عيطات على امها وقالوا لها مية راه هربات من الرحله. وهنا خرجوا والديها يقلبوا عليها وتلاقاهم الحارس وقال لهم مية راه في القفص مع تشارلي كتوكلوا. ولكن كانت مية مقلقه منهم حيت ما ردوش ليه البال كيما وعدوا. من بعد عام كنشوفوا تشارلي زاد في الحجم ديالو. مية مازال كتلعب معاه وكتدوش ليه وكتدو. واحد المره دخل للدار ودار ليهم الروينه، يكون الحجم ديالو كبير بزاف وما يقدر يسيطر عليه حتى واحد من غير مية. ومن بعد جات واحد المجموعه ديال السياح وجاو يشوفوا تشارلي. وفي الوقيته اللي كانت مية كتقرا على المحميه الطبيعه المسؤول على تربيه السبوع البيوت سمعت الغوات بزاف، ومن خرجات عرفات باللي تشارلي خبش شي وحده كانت باغيه تقرب منه حيت هو خاف من كثره الناس اللي كانوا دايرين بيه. وغوتات على باها ودخلت تشارلي للقفص ديالو. هنا باها غوت عليها وقال لها اخر مره تعاودي هاد التصرف حدا الناس. والغد الليل جا هاد الراجل اللي سميتو دارك وبغى يشري السبوعه من عند جون، وجون ما بغاش يبيعهم ليه. وهنا دارك قال لي الا بدلتي الراي ديالك عيط ليا. الي كشافت يد مية مخبوشه وقالت لها ما تبقايش تدخلي عنده راه ولا خطير. مية باش تاكد ليها العكس كتعطي بالظهر ديالها لتشارلي. وهنا طيحها وما تخلعات، هو كان غير كيلعب معاها. وباها عرض عليهم باش يتعشاو على برا.
قبل ما تمشي مية ما سداتش الباب مزيان، ومني تعشاو ورجعوا لقاوه هرب ودخلوا الحراس باش يقلبوا عليه. ومية قالت لي ديني معاكم، هو ما بغاش وخرجت تقلب عليه هي والاخ ديالها ولقاوه. مع الوقت كانت تشارلي كبر وولات عنده عامين، والعلاقه ديالو باقا مستمره وزوينه، وكتكون كتلعب معاه حتى خو دخل القفص باش يلعب معاه تشارلي. هم شافتهم من السرج وما بقات كتغوت عليهم. هنا عيطات على جون وجاب معاه السلاح، وخوها خاف وكان خارج، وتشارلي نقز على الباح خوها على راسو وكل شي حط اللوم عليها هي، وقال لها اخر مره غادي تدخلي عنده للقفص، وإلا شفتك دخلتي عنده غادي نبيع تشارلي، ومن بعد غادي يفهمها باللي كيبغيها وخايف عليها. داكشي علاش منعها تدخل عنده غير من برا القفص، وكتوعدو باللي غادي يجي شي نهار وغادي دير المحميه وغادي يكون حر. وفي النهار اللي غادي يكمل تشارلي 3 سنين دخلات عنده للقفص وطلبت من مايك خوها يصورها معاه. ومن يرجعوا للدار كانت العائله فرحانه، وهنايا جون هز التليفون مايك باش يصور اللحظه هو كيشوف الفيديو ديال مية مع تشارلي، وتعصب بزاف حين دخلات عنده وما سمعتش لهضرته، وقال لها انا غادي نعاقبك وغادي نبيع تشارلي. ومشات مية عند تشارلي مقلقه وقالت ليه الا داوك لحديقه الحيوان انا غادي نجي نقضك منها، وداها النعاس حتى القفص. وفجأة النهار شافت بوها بنش واحد السبع باش يديه للحديقة، ومية تخبات في الطوموبيل من الفوق باش تعرف البلاصة ديال الحديقة اللي كيتباعوا ليها السبوعة. عرفاتو باللي بوها كيبيعو من دارك اللي كيدوهم للصيادة كيقتلوهم بالسهام ولا بالرصاص، وما كيبيعهمش لحديقة الحيوان. وتصدمات من هادشي اللي شافت ان بوها كذب عليها وكيبيع الاسود على قبل الفلوس، وفكرت بان تشارلي حين حتى هو غادي يتعرض لنفس المصير. ومشات كتقلب في الانترنت وعرفت باللي هاد الطريقه باش كيقتلوا السبوعه جريمه وما كيعاقبش عليها القانون المنطقه اللي هما فيها. وغادي تبدل المعامله ديالها مع والديها، وما قالت ليهم والو من داكشي اللي عرفته. من بعد ما يمشي هضر معاها وغادي تقرر تعاود ليه داكشي كامل اللي شافته وسمعت. وقالت ليه خاصنا نلقاو شي طريقه باش نساعدو تشارلي ونوصلوا للمحميه قبل ما يقتلوا دوك الناس اللي ما عندهمش قلب. ليه المايك غادي يقول لها غديري يومين بالطوموبيل و6 ايام الا مشيتي على رجليك باش توصلني للمحميه، وغادي يعطيها الفلوس اللي كان جامع. هي ما بغاش تشدهم من عنده وقال لها انت محتاجاهم اكثر مني، راه تابعك طريق طويله. وحتى الخدامه ديالهم غادا تعاونوا وعطاتها السوارد ديال الاقفاز وغادا تقول لها ما تخليش على الحلم ديالك. وهنا مية شكراتها ومشات فتحات على السبوعه وتاخذ تشارلي ومشات. وفي الصباح مني فاقوا لقاو السبوعه دايرين بالدار كامله، ومني شافوا في الكاميرات لقاو مية هي مولاد الفعله عصونا على الحراس باش يرجعوهم للاقفاز ديالهم، وخرجوا يقلبوا عليه. وفي الطريق بان ليه تشارلي ونزل باش يهز السلاح ويخدرو. كيتفاجئ باللي مية خدات ليه السلاح وقالت ليه راني عرفت كلشي، انت السبب في الموت ديال السبوعه. وضرباتو بالمخدر في رجلو طاح، وركبات تشارلي وداتو في الطوموبيل وعيطات على خوها وقالت ليه فين كاين بوها. وفي الطريق سالها المازوط ووقفات باش تعمر المازوط. من بعد دخلت لواحد السوبر مارشي باش تشري الماكله، لقات التصاور ديالها منتشرين في التلفازه وبانها هربانه مع سبات تشارلي خطير. وخرجات دغيا وكملت الطريق ديالها وغادا تبقى سايقه لمده طويله، وعيات وبدا كيجيها النعاس وتعصبات وبدات كتهضر مع راسها بان مازال هي صغيره على هاد المسؤوليه كامله. وقررت تنعس الصباح وتكمل الطريق ديالها. وهنايا دارك جا عند جون وقال لي فين السبع البيض اللي شريته من عندك. جون قال لي ما بقيتش باغي نبيع. ودارك قال لي انا غادي نقلب على بنتك بالطريقه ديالي. وهنايا جون قال لي الا اديتي بنتي مية غادي نتحاسب معاكم. باها وامها وخوها يقلبوا عليها وعرفوا ان البوليس عندهم امر اللي شاف تشارلي قتلو. ومية بقات غادا على الخريطه حتى وصلت لواحد البلاصه اللي كانت مسدوده، ومني شافت في الخريطه لقى تقديم من عام 1992. وهنايا رماتها وزادت وما بقى عندها الا حل واحد اللي هو الدخول من الباب ديال المول وتخرج من الجهه الثانيه فاش تكملوا الطريق ديالها. والبوليس جاهم الخبار ديال 107 في المول. وهنا مية وتشارلي وصلوا للبريه وغادي يصطاد اول فريسه ديالو، ومية كانت فرحانه بزاف. وهنا كنشوفوا دارك كيقلب عليهم ولقى اثر رجلين تشارلي وعرفهم قراب وحاول يلقاهم. وهنا تشارلي مشى كيكتشف في المريه، ومية قلبات عليه وما لقاتوش وطلعت فوق الشجره ونعسات. وفي الصباح رجع عند مية ونزلات عنده وكملوا الطريق ديالهم ولقاهم دارك. وتشارلي شافو كيضرب مية وهنايا هجم عليه، والصياد اللي معاه بغا يتيري فيه ولكن المفاجاه السلاح ما كانش فيه القرطاس. هنا بدات كتغوت بالجهد ديالها كامل وسمعهم جون وعفط على المسمار ديال الطوموبيل. ومية وتشارلي هربوا. مني وصل جون ضرب دارك وقال لي الا قصتي بنتي مية غادي نقتلك. وهيك ديك الساعه قال لبوها الحقيقه كامله
ان مية دات تشارلي للمحمية باش تنقضو، وهنا جون عيط على البوليس وسدو الطريق ديال المحمية. ومن بعد واحد شوية مية عيات وسالة ليها الماء، واخا هكا ما استسلمتش وكملت على الطريق ديالها حتى شافت المحمية. كانتش قادرة تزيد وكانت فرحانة بزاف، وقالت لتشارلي سير قطع الجسر بوحدك باش تقدر تمشي للمحمية. هو بقى كيشوف فيها بحال كيشكرها وكمل الطريق ديالو. هنايا وصل بها والبوليس والهليكوبتر وبغاو يضربوا تشارلي بالسلاح، ولكن مية بقات كطلب بها امها باش ينقضوا، وقالت لتشارلي جري دغيا، ومشى باها كيجري دغيا باش يحميه حتى يوصل للمحمية بامان. ومن يوصل للمحمية ما قدروش يضربوه، وهنا استقبلوا الناس ديال المحمية بكل حب واحترام. ومن بعد ايام غادي ترجع مية باش تطمئن عليه، وشافتو تزوج ودار ولادو، وكانت مفتقداه ولكن فرحانه حيت نقداتو ودارت عائله ديالو. وحتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساش بارطاجي لي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. كان معكم اخوكم محمد، تهلاو، السلام عليكم.